النهارده يا شباب هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نغير باسورد الواي فاي ونعمل اخفاء لشبكة الواي فاي ونغير كمان اسم شبكة الواي فاي. تمام، كل اللي عليك سواء من على جهاز الموبايل او من جهاز الكمبيوتر، يعني معاك موبايل هتعمل نفس الخطوات، معاك كمبيوتر هتعمل برضو نفس الخطوات، معاك لابتوب هتعمل نفس الخطوات. هتبدأ تفتح المتصفح. تمام، وملحوظة يا شباب احنا هنتكلم عن راوتر موديل دي جي 8045. لو معاك موديل الراوتر ده في شركة اورنج، في شركة فودافون، في شركة اتصالات، في شركة وي، فهي الخطوات ما فيهاش تغيير خالص. كل اللي بيختلف من شركة لشركة هو ان السوفت وير اللي بيكون موجود على الراوتر، وهو اليوزر نيم والباسورد بتاع الشركه. يعني في شركه ممكن تكون زي مثلا وي يبقى ادمن، في شركه تانية بيبقى مثلا زي انا فودافون كده يبقى فودافون كل الحروف سمول، بعد كده الباسورد بيكون كل الحروف كابيتال. تمام، طيب هنبدا نفتح المتصفح وهنيجي هنا في البحث فوق وهنكتب 192 دوت 168 دوت 1 دوت 1 وهنقول انتر. الصفحة هتفتح معايا بالشكل ده. هنا بيطلب مني يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم والباسورد هتلاقيهم عندك في ظهر الراوتر. انا هكتب اليوزر نيم والباسورد وارجع لكم تاني. بعد ما كتبت اليوزر نيم والباسورد هبدأ اقول لوج ان. بعد كده هبدأ اضغط على هوم نتورك. بعد كده هضغط على دبليو سيتنجز. بعد كده هضغط على دبليو انكريبشن اللي هي الخيار ده. فتحت معايا الصفحة دي يا شباب. كل اللي عليا هاجي عند اس اي دي اللي هو اسمها احمد، دي خاصة باسم شبكة الواي فاي. انا طالما هعمل اخفاء لشبكة الواي فاي ممكن اخليها حرف واحد او حرفين عشان تكون سهلة. انا طبعا هخليها حرف واحد واخليها حرف الجي كابيتال. تمام، بعد كده انيبل ديت اللي هي انيبل اس اي دي، كده انت مفعل الشبكه. لو شلت علامه الصح الشبكه هتفصل معاك. بعد كده هنا بيقول لك 32. ايه هي ال 32؟ ان 32 شخص يقدر يتصل بالواي فاي. انا ممكن اخليها 5 اشخاص بس اللي يقدروا يتصلوا بالواي فاي. بعد كده هبدا اختار تاني حمايه. بعد كده هي ديت خيار واحد ما فيهوش تغيير. بعد كده هبدأ أغير الباسورد. هبدأ أكتب الباسورد. طب أنا كتبت الباسورد ومش عارف أنا كتبته إيه. هبدأ أضغط على المربع ده أقول شو باسورد هيظهر معايا. هبدأ أكتب مثلا الباسورد الجديد. مثلا هبدأ أقول دي جي مثلا وهقول آت 1 2. بعد كده هقول شباك وهبدأ أكتب الحرف سمول لأن أنا كاتب الحروف كابيتال. تمام، بعد كده هبدأ أقول آت وأبدأ أكتب 2 تاني 12 تاني عفوا. تمام كده طالما جاب لي باللون الاخضر كده بيقول لك سترونج، كلمه المرور قويه. تمام، بعد كده هنزل وهاجي عند هايد برودكاست. هايد برودكاست اللي انتوا شايفينها دي يا شباب دي خاصه باخفاء الشبكه. لو انا شلت علامه الصح كده يبقى شبكه الواي فاي ظاهره لاي حد. فانا هاجي عند هايد برودكاست واحدد على هايد برودكاست بالشكل ده كده. يبقى انا كده عملت اخفاء لشبكه الواي فاي. بعد كده هبدا اضغط على سيف. هيبدأ يحفظ معايا البيانات كده. انا بالتالي غيرت اسم شبكة الواي فاي. حددت كم جهاز يقدر يتصل بالواي فاي من 32 ل 5. بعد كده اخترت الحماية. بعد كده غيرت الباسورد. بعد كده عملت اخفاء لشبكة الواي فاي. اتمنى اكون وصلت لك المعلومة بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.